السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيتكم في فيديو جديد، وفيديو من العنوان زي ما شفتوا دار أناقش معاك بس حاجة في الكتاب دي. الكتاب ده ربما يكون لك ظاهر هنا. الكتاب ده لغة إنجليزية وبنقسم على اسمين، لسادس وخامس، يا خامس وسادس. أنا انتبهت له في الكتاب ده في صفحة 64 يا تلقاه في 65. الجزئية دي في الكتاب ده كده إن شاء الله يكون ظاهر. الجزئية دي في الكتاب ده في موضوع كده غير منطقي، يعني الموضوع كله بيتكلم عن الأرقام. داير يوضح لنا الأرقام يعني في الحياة كده، يعني الأرقام مهم. الكاتب ده شطح في الموضوع دي. يعني أنا بقرأ وبعدين نشوف. قال حسن didn't sleep well last night. Had a bad dream. He dreamed of day without number. يعني اللي بخليك إنك أصلا ما تقدر تنوم عشان اليوم من غير أرقام بجد بتتقلب في النوم ما داير يجي معك. كويس، ممكن نعدي الموضوع ده ونمشي قدام. Number B. Hassan couldn't read his clock and he get up late. There were any number in his clock. كلام منطقي شوية لأنه ما في أرقام في الساعة، عشان كده حسن قام متأخر. ممكن نقول معتمد للجرس يمشي الموضوع. هنا جات الجلطة بدأت من هنا. سي، وانتبه في سي. حسن couldn't watch TV during the breakfast. He couldn't find the children channel. يعني حسن ما قدر يلقى قنوات بتاع الأطفال لأنه القنوات مرتبة بالأرقام. نقول برضو ماشي. هنا الشطحة هنا وضح لنا إنه حسن ده طفل. دي، حسن couldn't catch the bus to the school. There were no number on the bus and he was late for school. هنا الشطحة جات من هنا. يعني أنا أصلا كده لو ماشي محطة 2 داير أركب الباص أمشي مثلا مايو، هشوف اللوحات بتاع العربية، لوحات العربية موضحة له لوحات رقم كدي ده مش مايو، ولا بقرا مايو السينما، مايو البغالة، ولا هناك أصلا بكون مكتوب بحري وفي كماسرة قاعد يكوركو. هنا الشطحة جات إنه حسن ما قدر يلقى الباص يودوه المدرسة، مش متأخر. حسن كودن فون، يعني حسن هنا ما قدر يستخدم الموبايل. هنا حسن كبير، هنا حسن ما صغير. هنا قلت شيلدرين شانل، قلت قناة بتاع أطفال. هنا قلت الموبايل نمشيها برضه، في شوف عندهم موبايلات. كويس. هي كودن كوك، ما قدر يطبخ. كيف إنه حسن ده طفل وهو ما قدر يطبخ؟ أنا هي كودن باي anything، برضه ما قدر يشتري أي حاجة. أنا ما أعرف حسن ده كبير ولا صغير، ما موضح لي ذاته أصلا، ملخبط الموضوع. جاي find his place in his book، يعني ما قدر يلقى his place in his book، ما قدر يلقى الصفحة في الكتاب، وبرضه ما وضح. ممكن يقول page. ده الإلم اللي قاعدين ندوه للأطفال، إلم بتاع اللغة الإنجليزية قاعدين ندوه للأطفال. كويس. ده وصل لي إن الأرقام مهمة جدا، لكن وصلتها بطريقة بليدة مرة واحدة. إنك وضحت لي في نمبر سي إنه حسن إنه طفل من القنوات بتاع الأطفال. تاني، حسن ما قدر يحصل على الباص، الله قدر يركب الباص لأنه شنو حيتأخر من المدرسة لأنه ما لقى الأرقام. في النهاية قلت حسن ما قدر يستخدم موبايله لأنه حسن كبير وطفل ونفس الموضوع. وتاني ما قدر يشتري أي حاجة وما قدر يطبخ. ده هتقولي مني قاعد ندرسه للأطفال. لو ما قادرين اصلا تصلوا الكتاب تقعد تجلدوا فوقه زي، استعينوا بناس عندهم لغة. بصراحة استعينوا بناس بتاع لغة انجليزية يقول لكم المكان ده ابدا. ودرت الف حاجة كويسة انه الناس تستفيد منها. على كل حال خلي رايك في التعليقات، وامشي عين الكتاب ده. ممكن اخوك ولا اختك عندك له، امشي عين وبعدين خلي لي رايك. See you next video.